as the Grand Egyptian Museum. تاريخ ساحر مليء بالأسرار. وحشتوني أوي أوي أوي. تعالوا معايا شوفوا أنا فين دلوقتي. أنا في المتحف الكبير. تعالوا شوفوا معايا بقى، في إيفنت وفي حاجات حلوة مهرجانات. نيجي بقى نتفرج على آثار مصر وتاريخ مصر وعظمة مصر وتحيا مصر. شوفوا بقى معايا كده المسلة ورايا اهيت. ومعلش احنا بالليل تأخرنا المواصلات والطريق زحمة حبايبي. تعالوا بقى شوفوا معايا بقى، خدوا جولة معايا بقى في المتحف مصري. يلا تعالوا. الملك رمسيس الثاني علم شعبه إن القوة من غير حب ما تبنيش حضارة. We are Egyptians, not Arabs. We are the descendants of the ancient Egyptians and the owners of the greatest civilization in history. We are the owners of the land. We are the greats, the descendants of the greats. نقوش عابرة للأزمنة والحدود، حضارة ملء السمع والأبصار، سيرة A singular column is in the entrance court. This belonged to Ramses' son and successor, Merenptah, taken from his palace at Memphis. Standing next to the pillar of Merenptah are two Greek royal rulers, brother and sister Ptolemy II and Arsinoe, brought up from the waters of the Mediterranean in Alexandria. مدينة ساحرة، البحر مدينة كاملة نايمة في الأعماق، أعمدة، قصور، تماثيل. اسكندرية حكاياتها ما بتنتهيش. تقدم حضارة. ايه
مراكب الشمس، مراكب الملك خوفو، أقدم وأضخم مركبتين في التاريخ. لقيناهم مدفونين جنب الهرم الأكبر، لسه بحالتهم بعد آلاف السنين، والأهرام ما فيهمش مسمار واحد. المراكب كانت بتنقل جثمان الملك في آخر رحلاته للبر الغربي، عشان حسب معتقداتهم يدفن ويحنط باحتياجاته في العالم الآخر. مركبة يا ولاد، مركبة فرعونية. احنا هنا في المتحف المصري الكبير. طبعا زي ما انتم عارفين هاخدكم معايا جولة هنا في المتحف. لوك طبعا المتحف في الفترة التجريبية للزوار. بص هنا عارفين ان احنا هنا تبع التصوير، بس انا حابب اوريكم شوية كواليس. ده المدخل، احلى حاجة ان انت لوحدك، ليه زيارة مخصوص.
103 years ago, in early November, almost to the day, there was a little boy. His name was Hussein Abdul Rasul. In his hand, a jar of water. He set it on the sand and heard the hollow sound beneath. Curious, he began to dig until his fingers struck to the top of a staircase. At its end was sealed a doorway marked with a royal stamp. He couldn't have known it then, the tomb of King Tutankhamun. Hussein ran to call Howard Carter, the British archaeologist who had been digging in the Valley of the Kings for many years and was close to giving up. Astonished by what the boy said, he followed him to a tomb intact, untouched, for 3,000 years. There was a gold wherever his eyes turned. When he opened the king's sarcophagus, the golden mask of Tutankhamun. Beside it were 5,952 treasures, all of them reunited under one roof at the Grand Egyptian Museum. من 103 سنة وفي أوائل شهر نوفمبر زي دلوقتي كان في ولد صغير اسمه حسين عبد الرسول، في إيده جرة مية حطها على الرمل، عملت صوت غريب، مد إيده وحفر، لقى درجات سلم في نهايتها باب عليه ختم ملكي. الولد الصغير ما كانش يتخيل إنه كان واقف قصاد أعظم اكتشاف أثري في الدنيا، مقبرة الملك توت عنخ آمون. جري ونادى على هوارد كارتر، مستكشف إنجليزي، بدأ البحث عن مقبرة الملك من سنين طويلة وكان قرب ييأس. كارتر اتفاجئ من كلام الولد، شال الأختام ودخل. المقبرة كانت كاملة زي ما قفلوها جدودنا من 3000 سنة، كان فيها ذهب ملوش مثيل. ولما فتح تابوت الملك ظهر القناع الذهبي، شيء مبهر، ومعاه 5952 قطعة بتتعرض كلها هنا ولأول مرة في المتحف المصري الكبير. جماعة أنا أول مرة في السينما بتاعت قاعة توت عنخ آمون، قصة توت عنخ آمون والحاجات التصويرية. احنا هنا كنا فوق المراحل اللي طلعت السلم اللي هي
طلعنا كنا في المتحف، هكمل لكم المتحف، بس انا نازل عشان في حاجة بس كده ايه بشوفها مع الجروب اللي معايا. هننزل من هنا، طبعا الاماكن بتختلف. طبعا انتوا هنا تشوفوا الحاجة، في هنا زي اسانسير بيوصل لتحت على طول للناس اللي هي بتوع اللي بكرسي والناس اللي تعبانة الإرهاق، يعني تعبانين، بيبقى هنا يعني خدمات جاهزة وكل حاجة. أنا بقول لكم على الأسانسير ده بينزل لتحت على طول، بيبقى ماشي معانا مع السلم ده أهو، بس أنا هسبقه شوية عشان أنا إيه حابب أنزل. بس شوفوا ما شاء الله، تخيلوا إن ده في حاجات لسه ما اتفتحتش، هتتفتح لأول مرة مع الافتتاح الكبير الرسمي هنا اللي في مصر. Oh my god. جدودنا علمونا إن اللي يبني ويعلم دايما سابق الزمن، فاتحين أبوابنا لكل الثقافات، محتضنين لكل الديانات، لأننا زي أجدادنا بنؤمن إن سلامنا النهاردة هو حضارتنا. وبكده خلصنا خلاص المتحف، وشوفنا التماثيل وشوفنا الآثار مصر وقدماء المصريين. تحية طيبة ليهم، وحاجات إبداع 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 إبداع، وأنا مبسوطة وفرحانة قوي. مع السلامة. Thank you.